السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنستكمل شرح منهج كونكت بلس لجريد 2. قبل ما ابدا الفيديو حابه اعلن عن اسماء الولاد اللي جاوبوا معايا على السؤال اللي كان في الفيديو اللي فات. معايا اول واحده سندريلا طارق سيف، سندريلا طارق سيف، وسما ايمن، سما ايمن، واحمد اسامه، احمد اسامه. يبقى سندريلا طارق سيف وسما ايمن واحمد اسامه. بشكرهم كتير جدا ان هم تابعوا الفيديو للاخر وجاوبوا على السؤال اللي انا قلته خلال الفيديو. وكان معايا من الفيديو اللي فات كريم عمر، كنت نسيت اقول اسمه كريم عمر. تمام. وفي بنوته بعتت لي ان انا نسيت اقول اسمها في الفيديو اللي فات، بس للاسف انا مش لاقيه اسمها، هي كتبته لي فين؟ لان انا قبل ما اسجل الفيديو الجديد بجيب الكومنتس بتاعه الفيديو القديم على طول، فزي ما انتوا كاتبين لي اساميكم بالترتيب انا بكتبها عندي وبقولها في الفيديو اللي بعديه. فلما تكتبوا اجابتكم عن السؤال اكتبوا لي الاجابه واسمكم جنب الاجابه تحت الفيديو ذات نفسه اللي انا اعلنت فيه عن السؤال. فياريت لو هي سامعاني، والله بجد انا مش لاقي اسمها، هي كتبته فين، تكتب لي اسمها في الكومنتس تحت وهقوله ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ومعلش مش هطول عليكم، بس حابه قبل الفيديو اعلن ان انا عملت جروب على الفيسبوك لسهوله التواصل بيني وبينكم، وبينزل فيه الورق والمراجعات والشرح والفيديوهات. الجروب اسمه ميس مروه لشرح مناهج اللغات. هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف تحت، يا ريت كلكم تشتركوا في الجروب. يبقى النهارده حبايبي كده احنا هنبدا في ليسون 5 من يونت 1، هنبدا في ليسون 5 من يونت 1. عندي الفوكاب بتاعه ليسون 5. نمبر 1 baby birds، baby birds، baby birds، baby birds يعني صغار الطيور، يعني الطيور الصغيرة في السن اسمها baby birds، حتى باينة من اسمها baby birds. lion، lion أكيد كلنا عارفين اللاين. cubs، cubs يعني ايه cubs؟ cubs اللي هم صغار الأسد. اسمهم ايه صغار الأسد؟ اللي احنا كده بنقول عليه شبل. شبل يعني أسد صغير. اسمهم الصغيرين بقى الكتير من الأسد، صغار الأسد اسمهم أشبال. اسمهم ايه؟ اسمهم أشبال. يبقى صغار الأسد عشان احنا بنتكلم هنا عن جمع، يبقى اسمهم ايه هنا عندي؟ اسمهم أشبال. تمام حبايبي، يبقى هنا هكتب ايه؟ أشبال، لأن أنا بتكلم هنا عن بلولر، بتكلم عن جمع. يبقى هنا عندي صغار الأسد اسمهم cubs، cubs. elephant، elephant الفيل. cold، cold يعني تسمى. cold، cold يعني بتسمى أو أنا بسميها. أنا هنا عندي ده verb. nest، nest العش اللي بيقعد فيه البيردز اسمه nest. هنا عندي برايت، برايت القطيع. يعني ايه قطيع؟ يعني مجموعة كده من الحيوانات بيبقوا ماشيين مع بعض اسمهم قطيع، اسمهم برايت، اسمهم برايت. وعندي هنا برضو herd، herd يعني ايه herd؟ يعني قطيع برضو. هنا عندي group، group مجموعة. feed، هنا عندي feed ده verb. يعني ايه feed؟ يعني يطعم، يعني بيأكل حد. اسمه ايه؟ اسمه feed. again repeat after me. baby birds، baby birds. lion، lion. cubs، cubs. elephant، elephant. cold، cold. nest، nest. bride، bride. herd، herd. group، group. feed، feed. the next words. هنا عندي next word birthday، birthday عيد ميلاد. today اليوم، today. هنا عندي كلمة مهمة جدا هنستخدمها تحت في الجرامر، would like، would like على بعضها كده يعني يود أو يحب. would like، would like على بعضها كده يعني يحب. لما اقولك would you like to eat pizza، هل انت بتحب اللي انت تاكل البيتزا؟ يبقى هنا عندي would like يعني يحب. want يريد. need يحتاج. هنا عندي كلمة مهمة جدا عايزاكم تفهموا معناها. هنا عندي sunscreen juice، sunscreen juice مفروض ان معناها كريم واقي من الشمس. هيطلع لي حد يقول لي يا ميس مروة مش كلمة جوز دي يعني عصير؟ هقول لك ايوه جوس يعني عصير. طب ازاي سان سكرين جوس معناها كريم واقي من الشمس؟
هو هنا قصده بكلمة كريم يعني العصير أو المادة اللي أنا بحطها على جسمي وبتقيني من الشمس، يبقى على بعضها اسمها سان سكرين جوس. سان سكرين جوس، كريم واقي من الشمس. خلي بالكوا الكلمة دي مش معناها جوس يعني بشربها، لا ده كريم أنا بحطه على جسمي. بريد، بريد خبز. سبيشال ميل يعني وجبة خاصة، سبيشال ميل. فود طعام. drink يشرب أو شراب أو مشروب. هنا عندي ممكن تيجي هنا عندي verb، ممكن تيجي هنا عندي verb، وممكن تيجي هنا عندي noun. لو هنا عندي verb drink يعني يشرب، إنما لو هي عندي هنا noun هيبقى drink هنا معناها مشروب. مشروب يعني حاجة أنا بشربها. ice cream يعني آيس كريم. some cookies، some cookies بعض البسكويت، some cookies. جوس عصير. chicken، chicken دجاج. هنا عندي السي اتش بنطقها تش زي ما قلت لكم في الفيديوهات، سي اتش بنطقها تش. chicken، chicken. repeat after me. birthday، today. would like، want، need. sunscreen juice. bread، special meal. food، drink. ice cream. some cookies. juice. chicken. the next page هنا عندي زي باراجراف كده بيكلمني عن ايه. هنا المفروض هنا في letter H. these baby birds، these baby birds هنا بيكلمني عن البيبي بيردز اللي عندي هنا في البيكتشر. these baby birds live in a nest بيعيشوا فين هنا عندي؟ live in a nest بيعيشوا في النست. their mom and dad feed them. their mom and dad feed them يعني اللي بيأكلوهم مين؟ mom and dad. طب نمبر 2 هنا عندي هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن البيبي lions. these baby lions are called، قلنا اسمهم ايه؟ قلنا كلمة called دي معناها تسمى. شفتوا هنا جت ازاي في السنتنس؟ are called يعني بتسمى cubs. cubs مين هما اللي اسمهم cubs؟ صغار الأسد، صغار الأسد، البيبي lions، البيبي lions. they live in a group called بيسمى a bride. lots of lion families live together يعني معظم عائلات اللاين live together يعني بيعيشوا مع بعض. هنا عندي نمبر 3 هيتكلم عن ايه؟ this is a baby elephant. هنا كان بيتكلم عن plural وهنا عندي plural. هنا بيتكلم عن singular عشان كده قلنا this is a baby elephant. هنا بيتكلم عن البيبي elephant ده. this is a baby elephant. it is big يعني كبير. it lives in a herd يعني بيعيش في قطيع with lots of other elephants مع مجموعة كتير من الelephants. the next page هنا عندي البيكتشر اللي قدامي دي فيها ايه؟ it's my grandma's birthday. it's my grandma's birthday يعني عيد ميلاد مين؟ جدتي، عيد ميلاد جدتي. it's my grandma's birthday today. امتى؟ today يعني اليوم. my family is having a special meal. my family يعني عائلتي is having بتتناول a special meal يعني وجبة خاصة. special meal وجبة خاصة. my cousins يعني أبناء عمي are at our house يعني في منزلنا. I am helping my mom with the food and drink يعني أنا بساعد مامتي في الأكل والشرب. هو هنا شفتوا هنا drink معناها شرب أو شراب ازاي؟ يعني هنا عندي معناها noun مش verb. هنا عندي drink noun مش verb. يعني ايه noun؟ يعني اسم. my sister أختي wants cake يعني هي أختي تريد الكيك. my cousin ابن عمي would like، شفنا هنا would like على بعضها يعني ايه؟ would like يعني يحب او يريد an ice cream، عايز ice cream. I
would like، لكن أنا I would like، تاني هي would like يعني أنا أحب أو أريد. I would like some cookies. I would like some cookies. ركزوا معايا بقى في الجزء ده قوي، لأن ده كده الجزء بتاع الجرامر، ده كده الجزء بتاع الجرامر في lesson 5. هنا عندي would you like some cake. أنا هنا بستخدمها فين عندي؟ بستخدمها في الكويستشن، يعني بستخدمها في السؤال. بقول له إيه؟ would you like some cake، يعني هل أنت تريد بعض الكيك؟ هنا ممكن أجاوب بيس على would you like، وممكن أجاوب بنو. لو هجاوب بيس هقول يس بليز، أيوة من فضلك. لو هجاوب بيس هقول يس بليز، يس بليز يعني نعم من فضلك. هنا عندي نمبر 2 would you like a drink. would you like a drink، هنا عندي drink noun يعني هل أنت تريد مشروب، هل أنت تريد مشروب. would you like a drink. هنا بيقول إيه؟ no thank you. no thank you يعني لأ شكرا. نمبر 3 would you like an ice cream. would you like an ice cream. هنا عندي yes please، يبقى هنا عندي في الكويستشن في السؤال أنا بستخدم would you like لما أجي أعرض عليك حاجة. يبقى هنا عندي would you like بستخدمها لما أجي أعرض عليك سواء أكل أو شرب أو أي حاجة. بقول لك would you like، لما أبدأ السؤال ب would you like لازم يكون هنا عندي question mark يعني أداة سؤال. تمام؟ واخد بالي هنا امتى استخدمت وامتى استخدمت ان. هنا استخدمت ان لما هنا كان عندي فاول، لما هنا كان عندي فاول. لو الجزء ده انتوا مش متذكرينه قوي ارجعوا للفيديو اللي في سلسلة تأسيس الجرامر اللي موجود هنا في القناة. نبدأ مع بعض بقى الاكسرسايز على lesson 5. هنا عندي نمبر 1 في الاكسرسايز بيقول لي match A with B. match A with B. نمبر 1 would you like an. طالما هنا بدأت السؤال ب would you like يبقى لازم يكون عندي هنا question mark. تمام؟ ادور هنا على question mark كده على طول، دي مش محتاجة. would you like an ice cream. اتأكد اكتر، هنا عندي an وهنا عندي ice cream يعني هنا عندي vowel، يبقى هنا عندي one with D. تمام؟ هنا عندي number 2 she needs قلنا needs يعني بتحتاج. she needs اجرب كده كل كلمة زي ما انا قلت لكم. needs drink. she needs drink. ما ينفعش هنا عندي she needs drink. هنا عندي الدرينك ده singular يعني مفرد، وهنا عندي consonant يعني حرف ساكن، لازم يكون هنا عندي قبليه letter A. ينفع اقول she needs grandma's birthday؟ ما ينفعش. ينفع اقول she needs some cookies؟ she needs some cookies. yes ينفع اقول she needs some cookies يعني هي بتحتاج بعض البسكويت، بعض البسكويت. يبقى هنا عندي number C. number 3 would you like some bread. would you like some bread. انا هنا عندي سؤال كامل، انا هنا عندي سؤال كامل، يبقى اللي هيجي بعديه يا اما هستخدم yes يا اما هستخدم no. هنا عندي yes or no. هنا عندي number E yes please. yes please يبقى هنا عندي number 3 بنمبر E. number 4 I want a. فاكرين كلمة drink لما قلت لكم هي singular ولازم يجي قبليها a، يبقى هنا عندي number 4 بنمبر A. هنا بيقول لي match A with B، ممكن تكتبوا الليترز كده، ممكن توصلوهم. number 2 supply the missing letters. supply the missing letters. هنا عندي number 1 excellent. هنا عندي number 1 bird. spell bird B I R D. number 2 lion L I O N. number 3 فاكرين لما قلت القطيع بتاع البيبي لاينز اسمه ايه؟ excellent. ده السؤال ده انا هسيبه لكم تحلوه لي في الكومنتس تحت، ويا ريت لما تكتبوا الانسر بتاعتكم تيجوا كده بين قوسين وتكتبوا لي النيم بتاعكم. تمام؟ يبقى ده كده هنا عندي اول سؤال هتجاوبوا لي عليه في الكومنتس تحت. تمام؟ معنى كده يا مس مروه ان في سؤال تاني؟ ايوه في سؤال تاني برضو خلال الفيديو هقول لكم عليه. number 4 elephant E L E B H A N T.
Number 5. فاكرين القطيع ده اسمه ايه؟ قلنا اسمه ايه؟ bright. excellent. B-R-I-D-E. the next one. قلت هنا برضو القطيع بتاع الاليفنت ده اسمه ايه؟ excellent. herd. E-R-D. the next one. excellent. nest. E-S-T. the next one. هنا عندي ده ايه؟ excellent. food. طعام. O-O-D. the last one. excellent. birthday. B-I-R-T-H. وهنا عندي the word day. excellent. the next one. read and mark right or wrong. children like to go to the zoo. children like to go to the zoo to see animals and birds. يبقى هنا عندي الأطفال بيحبوا إن هم يزوروا the zoo حديقة الحيوان to see عشان يشوفوا animals and birds الحيوانات والطيور. they give monkeys. مين هم بقى they؟ excellent. children اللي هم الأطفال. they give monkeys إن هم بيدوا القرود food to eat بيدوهم الطعام عشان ياكلوا. they also like to ride elephants بيحبوا إن هم يركبوا elephants. the elephant is big. the elephant is big. the elephant lives in a herd. its ears يعني ودانه are big. the elephant eats plants. الاليفانت بياكل plants النباتات. but the lion eats meat. الأسد عندي بياكل ايه؟ الميت اللحمة. baby lions are called cubs. نركز هنا بقى عندي في number 1. number 1 بيقول هنا عندي ايه؟ children give food to monkeys. انا هنا مش بجيب حاجه من عندي، انا هنا بطلع هنا عندي على الباراجراف اللي انا قريته او الباسج اللي هو ادهاني وبمشي كده عليها بالقلم خطوه خطوه. هنا بيقول لي ايه؟ فين هنا children give؟ بمشي كده. they فاكرين قلت لكم they دي عايده على مين؟ على children. بمشي كده they give monkeys food to eat. عندي هنا زي ما هي كده باخدها زي ما هي وانزل اقارنها تحت. they give food to monkeys يبقى هنا عندي right. number 2. elephant live in a bride. elephant live in a bride. اطلع هنا عندي برضو في الباسج اللي عندي هنا اول ما اتكلم على الاليفانت قال لي the elephant lives in a herd. the elephant lives in a herd. يبقى أنا هنا عندي number 2 wrong. يبقى أنا هنا عندي number 2 wrong. المفروض بدل a bride يكتب لي هنا herd. بدل bride يكتب لي هنا herd. number 3. the elephant eats meat. the elephant eats meat. the elephant eats meat. ها ايه رأيكم في الكلام ده؟ مين هنا عندي اللي كان بياكل ميت؟ الاليفانت ولا اللايون؟ excellent. يبقى هنا عندي number 3 wrong. number 4. baby lions are called cubs. baby lions are called cubs. بطلع برضو هنا عندي على الباسج مش بجيب حاجة من عندي. فين هنا عندي baby lions؟ فين هنا عندي baby lions؟ اهي the last one. baby lions are called cubs. baby lions are called cubs. يبقى number 4 هنا عندي right. number 4. look at the pictures and write the missing parts. number 1. I would like some. هو كل اللي عندي ده أنا بقول عليه إيه؟ excellent. food. I would like some food. I would like some food يعني أنا أريد بعض الطعام. number 2. she wants some. هنا عندي ده إيه؟ يبقى number 2 هنا عندي juice. she wants some juice. number 3. he needs some. اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ excellent. cookies. C-O-O-K-I-E-S. number 4. I would like some. excellent. chicken. C-H-I-C-K-E-N. excellent. the next one. she would like some. excellent. bread.
She would like some bread. I want an. هنا عندي ال question number 2 اللي هتجاوبولي عليه في الكومنتس تحت. يبقى في question في بداية الاكسرسايز فوق، وده هنا عندي ال question number 2. بصوا حبايبي، لما تكتبولي الإجابات تحت اكتبولي كده الإجابات تحت بعض في الكومنتس واسمكم تحتيها على طول. تمام؟ يبقى اسمكم تحت الفيديو ده، ما تجاوبوش في اي مكان تاني، عشان لما اجي للفيديو اللي بعديه انا برجع للفيديو ده اشوف الكومنتس بتاعتكم. لان في ناس كتير بعتت لي، في بنوته بعتت لي للاسف انا مش فاكره اسمها، قالت لي ان هي بعتت لي اسمها مش فاكره فين، وقالت لي ان انا نسيت اقوله. فانا بتمنى منها ان هي ما تزعلش لو هي سامعاني في الفيديو ده، تكتب لي اسمها في الكومنتس تحت، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي انا هقول اسمها. تمام حبايبي؟ طيب the next one I need some. فاكرين قلت لكم ده اسمه ايه؟ اسمه sunscreen juice. The last one he would like some excellent cake. CAKE. هنا عندي السؤال الأخير copy the following sentence. It's my grandma's birthday. يبقى كده حبايبي احنا انتهينا من lesson 5 في unit 1. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نبدأ في unit 2. ما تنسوش قبل ما تقفلوا الفيديو تنزلوا تشتركوا في جروب الفيسبوك تحت، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. وما تنسوش اللايك للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تتابعوني. وشكرا، واشوفكم الفيديو اللي جاي.